الخازوق فين؟ اوعى تنسى. ايه بقى؟ المagnetic flux density. عايز تقول ايه؟ جايب لك different shapes. هنتكلم على المagnetic flux density. بيقول لي the figures show several conductors carrying current. ماشي اوكي. عايز ايه؟ which of the following mathematical relations is correct. مش هعرف اتكلم عليهم ولا واحده الا لما نبدا نشتغل. اول واحده، الرسمه الاولانيه عباره عن two rings perpendicular to each other. فيبقى اذا المagnetic flux density بتاعت الاولانيه والمagnetic flux density بتاعت الثانيه perpendicular to each other. ميو اي ان اوفر 2 ار، ده القانون، ولكن عشان رينج فيبقى عدد اللفات واحده، يبقى ميو اي اوفر 2 ار سكويرد اللي هو الاول سكويرد بلس الثاني سكويرد، فتطلع بتساوي مين؟ 2 ميو اي اوفر 2 ار سكوير. ده المagnetic flux density متسكور بتاع الاكس، هنسمي ده لان دي الرسمه الاولانيه اكس. يبقى المagnetic flux density اوفر اكس بتساوي، اعمل سكوير روت فور باث هايتس، بتساوي ميو اي اوفر 2 ار ملتبلايد باي روت 2. روت 2 ب 1.4. اوكي. طب لو كان عندي سيلينويد فيبقى المagnetic flux density along the axis of the solenoid at a point inside it at its center ميو اي ان اوفر ال. ميو اي طول السولينويد، النمبر اوف تيرنز بيندهاني ب 6 تيرنز. اوكي. طول السولينويد ب 12 ار، فعينت ال وسميتها 12 ار، فطلعت بميو اي اوفر 2 ار. جميل. طب لو كان عندي رينج ان بتوين تو وايرز، خلي بالك بقى، بص، الاول الواير الاولاني ده عامل ماجنتيك فيلد انتو بيج عند السنتر اوف رينج، والواير الثاني اوت اوف بيج. يبقى التو وايرز كارينج كارنت ذا سيم فاليو وذا سيم ديستانس فروم ذا سنتر، يبقى الماجنتيك فلكس دنسيتي بتاعهم كانسل. ما اصبحش عندي غير الماجنتيك فلكس دنسيتي بتاع الكويل ميو اي ان اوفر 2 ار، والان بواحد يبقى ميو اي على 2 ار. الله. طب ما تيجي نرتب كده، يعني الاكس اول واحده كانت ميو اي اوفر 2 ار روت 2، وبعدين ميو اي على 2 ار، وبعدين ميو اي اوفر 2 ار. الله الله. يبقى هل الزد اكبر من الواي؟ لا، دول متساويين. طب الاكس بتساوي الزد؟ لا، ما يصحش. طيب الواي اقل من الاكس، الواي اللي هي ميو اي على 2 ار اقل من الاكس. يس ذس از ا كوريكت ستيتمنت، وبناء عليه تبقى الاجابه لتر سي. يبقى ما فيش غير حاجه واحده بس، تستنى التركايه الجايه. الى اللقاء.